يسعد مساكم. اللي هعمله دلوقتي مناقيش، نص كيلو دقيق. انا منخلته كويس واخدت من النص كيلو كوبايه. هنا الكوبايه دي هحط عليها معلقه خميره، وهحط عليها معلقه سكر، وهحط عليها نص كوبايه ميه. الدقيق الباقي هحط عليه ذره ملح، وهحط عليه 3 معالق ينسون انا محمصاه. معلقتين، يعني معلقه مجروشه ومعلقه صحيحه يعني. هقلب المقدار ده وهنزل عليه بكوبايه زيت. كوبايه الزيت دي انا يعني سخنتها وهنزل عليها، يعني ما خليتش الزيت يقدح، مجرد تسخن. وهنا بقى هشبعه بيها وافركه كده بايديا لغايه ما تبقى لينه، وبعدين هنزل عليه نص كوبايه ميه. طبعا انا عايزه تحطيه في العجان ماشي، عايزه تحطيه في تدعكيه بايديكي ماشي. هنا هو ده هنحط عليه نص كوبايه ميه واسيبه يخمر، تخمر العجينه لوحدها خالص. وبعدين بعد كده هنزلها على الدقيق ده، هنزل عليه برضو ده، هو هنحط عليه معلقتين سكر. ادي هننزل دي معلقه ومعلقه. المناقيش دي انا هنحشيها، عندي عجوه، عايزه تخليها ساده، عايزه تحشيها بالعجوه زي ما تحب. دلوقتي كوبايه الدقيق اللي عليها معلقه خميره ومعلقه سكر، هننزل عليها نص كوبايه ميه هنا، ونص كوبايه الميه التانية دي هنعجن بيها. وهنا هقلب المقدار ده كده. طبعا هي الميه دافيه مش سخنه قوي، وهسيبها لغايه، وهغطيها واسيبها تخمر شويه. ادي الخميره هغطيها وهسيبها. وهنا الدقيق حطيته في العجان مع معلقتين السكر مع الشمر مع ذرة الملح، كلهم هديهم مع كوباية الزيت. خليهم يختلطوا مع بعض كويس. تكون الخميرة اشتغلت، هنزلها واعجنها بنص المية، كوب المية التانية، واذا حبت تاني مية نحط، بس هي لغاية كده يعني المقدار مظبوط على نص كيلو. الخميره اهي لما انا سبتها بره مع كوبايه الدقيق والخميره والسكر اشتغلت، هنزلها على المقدار اللي احنا زيت. وطبعا الزيت انا حطيت كوبايه زيت، عايزه تحطي نصها سمنه ونصها زيت مفيش مشكله. انا عشان اعزز الطعم شويه هحط في الخلطه عادي لبن بودره، يعني هحط حوالي معلقتين لبن بودره بس. وهنزل الخميره واسيبها يعني تشتغل مع بعض. وبعدين انا مش هسيبها تخمر مده طويله، هقرصها على طول واحطها في الصينيه وادخلها على الفرن على طول. انا حطيت الخميره خلاص. على ما اعتقد مش هتحتاج ميه خلاص، هي كافيه في نص كوبايه الميه اللي حطيتها. وطبعا حسب نوع الدقيق، هي ما تبقاش عجينه لينه ولا عجينه يابسه، يعني وسطيه. اهي العجينه. وهي بصي حاولي في جميع المعجنات اللي هي مثلا زي الكحك او المناقيش دي او القراقيش، كل ما تبقى الميه قليله كل ما تبقى ناعمه، لكن لو حطيت لها ميه كتير فبتخشنها، بتعضمها. فهي كده سمكها كويس. انا حطيت نص، يعني كوبايه الميه اللي حطيتها فهي والخميره يعني 3/4 كوبايه بس. دلوقتي انا هلمها وهغطيها واسيبها شويه قبل ما احضر السواد. كده العجينه هقسمها في النص
نص هبططه، اجيب المرجانة وافردها كده، فردتها، وبعدين انا هسويها من الاطراف. وهنا كمان، وبعدين هجيب التمر ده انا كنت حاطه عليه معلقه سمنه او معلقه زبده، وهفردها على المقدار ده كله، وبعدين ابرمها. برتب ورق النايلون، هبرمها كده. واقطع دي صوابع كده، بالطريقة دي احطها في الصاج. طبعا تعمليها السمك اللي انتي عايزة ترفعيه عن كده رفعيه، وكده لغاية ما اخلص الكمية اللي بالتمر، وبعد كده الكمية التانية هعملها سادة. دلوقتي بعد ما اتحمص شوية جبت مية وبالفرشة هدهنه كده وادخله تاني، بس اوطي النار. ادخله الفرن تاني. ادي القراقيش خلصت، معمولة بنص كيلو دقيق. الدقيق حطيت عليه معلقتين لبن بودر ومعلقة خميرة وذرة ملح، وخدت حبة من الدقيق حطيت عليه معلقة خميرة ومعلقة سكر ونص كوباية مية. وفي نفس الوقت كنت حاطة على النار كوباية زيت، ممكن تعمليها نصها زيت ونصها سمنة. يدوب سخنت، نزلتها على الدقيق، يعني بستها عقبال ما الخميرة اللي كانت عليها الدقيق وخمرت، حطيتهم في العجان، وبعدين قطعتهم بالطريقة دي وحشيتهم بالعجوة، دخلتهم الفرن وطلعوا بالشكل ده. الحمد لله على بال الله، هياكل في رعاية الله. مع السلامة.